سلطت مجلة جون أفريكا الضوء على فندق البلاص برشلونة المملوك لرجل الأعمال المسجون في قضايا فساد علي حداد. وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن الفندق الفخم المتواجد في مدينة برشلونة انتقلت ملكيته من رجل الأعمال علي حداد إلى امرأة تدعى راضية بوزيان. وقالت المجلة الفرنسية إن فندق البلاص برشلونة الذي كان يسمى فندق ريتز سابقا يعد من أفخم الفنادق في المدينة وأشهرها، حيث يحتوي على 120 غرفة وجناحا ومطعما وإطلالة خاضعة على المدينة، وهو معروف باستقباله ممثلين وشخصيات عالمية. ووفق المصادر ذاتها فإن التفتيش في وثائق الملكية يظهر أن هذا الفندق لم يعد ملكا لرجل الأعمال المسجون علي حداد، فقد انتقلت ملكيته حسبها منذ سنتين إلى شركة رويال بلو بيرد، والتي تديرها وتعتبر مالكة لها امرأة تدعى راضية بوزيان، وهي مواطنة جزائرية تحصلت على الجنسية الإسبانية. وكانت صفقة استحواذ علي حداد على هذا الفندق قد تمت سنة 2011 بقيمة اختلف حولها بين من يقول إنها كانت في حدود 58 مليون ومن يشير إلى أنها فاقت 80 مليون أورو. وتشير جون أفريك إلى أنه قبل تدهور العلاقات كانت السلطات الجزائرية تتحدث عن تعاون وثيق مع نظيرتها الإسبانية حول هذه المسائل، وهو ما ظهر خلال زيارة وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي إلى مدريد يومي 8 و9 فبراير 2022، والتي تباحث خلالها مع نظيرته وزيرة العدل الإسبانية ماريا بيلاردوب عن سبل تعزيز التعاون القضائي بين الجزائر وإسبانيا. للإشارة كانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن تمكن الجزائر بالتنسيق مع إسبانيا من إحباط محاولة أفراد لهم علاقة برجل الأعمال المسجون علي حداد إبرام عقود بيع 3 فنادق مملوكة له في إسبانيا بعدما تم الحصول على تفويض موثق من قبل حداد من داخل سجنه لاستغلاله في بيع ممتلكاته.